ينفع نقلي بالزيت اكتر من مرة؟ وايه موضوع النشا اللي بنحطه على الزيت ده عشان يرجع جديد؟ وايه العادات الخاطئة اللي بنستعملها واحنا بنقلي الاكل وبتزود اضراره؟ انا فاطمة محمد، ماجستير سلامة الاغذية، وهنا فود ستايل، هدفنا نتعلم ناكل بامان. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الأكل المقلي وأضراره، وقلنا إن المادة الدهنية اللي بنستعملها في القلي ونقطة الاحتراق بتاعتها عامل أساسي في إن هي تقلل أو تزود أضرار الأكل المقلي. وقلنا كمان إن في بعض العادات الغلط اللي إحنا بنستعملها وإحنا بنقلي الأكل. دلوقتي هنقول بعض العادات دي. أول حاجة طبعا استعمال الزيوت المكررة. زي ما قلنا في الفيديو اللي فات ان الزيوت المكرره دي زيوت نباتيه اتعرضت لدرجات حراره عاليه جدا لمده طويله جدا، وده ادى لتكون مواد كيميائيه، مواد مؤكسده فيها، دي بتخليها مضره بينا. وقلنا البدائل الصحيه زي السمنه البلدي والزبده البلدي وزيت الزيتون وزيت الافوكادو. لكن طبعا مع ارتفاع الاسعار دي ممكن نلجا للزيوت النباتيه، وفي الحاله دي لازم نراعي بعض الحاجات. اول حاجة ان لازم نستعمل زيت القلي للقلي وزيت الطهي للطهي. طيب ايه الفرق بين زيت القلي وزيت الطهي؟ زيت القلي بيكون خليط من اكتر نوع من الزيوت، وده علشان يخلي نقطة الاحتراق بتاعته عالية فما يتحرقش وما يدخنش بسرعة. كمان علشان ما يتبخرش بسرعة وكميته تقل. اما زيت الطهي فبيبقى نوع واحد بس من الزيت زي زيت دوار الشمس او زيت الذرة، وبيبقى لونه افتح. كمان برضو ما يفضلش ان احنا نستعمل زيت القلي في الطهي، علشان خاطر زيت القلي بيكون لونه اغمق، ممكن يدي طعم في الاكل احنا مش حابينه. تاني حاجة واحنا نقلي على نار هادية، يعني درجة الحرارة ما تكونش عالية، علشان اولا الزيت ما يتحرقش وما يدخلش. يعني 120 ل 150 دي درجة مناسبة جدا. انا عارفة ان هي مش هتتظبط طبعا بالترمومتر عندنا في البيت، ولكن على نار هادية يكون افضل، علشان خاطر الزيت ما يدخنش او يتحرق زي ما قلنا. وكمان بالذات لو بنسوي لحمة او فراخ علشان تستوى وتوصل لدرجات الحرارة الكافية اللي تخليها امنة وتقتل اي ميكروبات او بكتيريا فيها. رقم 3، يفضل ان احنا نجفف المادة اللي احنا هنقليها من المية، علشان المية بتسرع من اكسدة الزيت. ورقم 4، ان احنا يفضل ما نضيفش الملح للاكل اللي هيتقلى، لان كمان الملح بيسرع من الاكسدة والاحتراق بتاع الزيت ويخليه يدخن بصورة اسرع. رقم 5 معانا الادوات اللي احنا بنحطها في الزيت واحنا بنقلي، اللي هي المعلقه والماسك والحاجات السيليكون. لازم تكون فود جريد او مطابقه للمواصفات، لان السيليكون والحاجات اللي غير مطابقه للمواصفات مع درجات الحراره العاليه بتتفاعل مع الزيت وبتدي مواد كيميائيه مضره، ودي بتبان لما بنلاقي الزيت واحنا بنقلي بيعمل رغوه واحنا مش عارفين الرغوه دي جت منين. الرغوه دي معناها ان الزيت ده حصل ان هو اتعرض لتفاعلات كيميائيه ونتج عنه مواد كيميائيه مضره. الحاجات اللي بعد كده بقى اللي هنقولها دي حاجات المفروض ان احنا نغير بيها اسلوب حياتنا. زي مثلا ان احنا المفروض ان احنا نقلل الاكل المقلي في حياتنا عموما، وخصوصا النشويات، لان النشويات في درجات الحراره العاليه بتدي ماده اسمها الاكريمالايد. والماده الاكريمالايد دي في سنه 2013 منظمه الصحه العالميه ادرجتها من ضمن المواد المسرطنه. طبعا البطاطس من النشويات، البانيه اللي بيبقى فيه دقيق وبيض والكلام ده طبعا الدقيق ده بيبقى من النشويات، وطبعا اغلب المقليات للاسف بتبقى من النشويات. الحاجة اللي بعد كده برضو لازم نغيرها في نظام حياتنا، ان احنا لما ناكل اكل مقلي يفضل ان احنا ناكل معاه حاجة مضادة للاكسدة، لان زي ما قلنا الاكل المقلي طبعا بينتج عنه مواد مؤكسدة، فيفضل ان احنا ناكل معاه طبق سلطة. طبق السلطة طبعا مضاد اكسدة ممتاز، فيه فيتامين A وسي وإي، او نشرب كوباية شاي سادة. الشاي السادة بتاعنا ده طبعا مضاد للاكسدة ممتاز، وهنعمل له حلقة. ونيجي بقى للسؤال اللي كل الناس بتسأله: نقلي في الزيت كام مرة؟ وطبعا السؤال ده مجال دراسة وأبحاث كتير جدا. في ناس بتقولك لو الزيت لونه غير أو لزوجته زادت أو إغماء فكده ما ينفعش نقلي بيه. طبعا الكلام ده حقيقي، ده اسمها الخواص الفيزيائية بتاعة الزيت، الشكل واللون واللزوجة. كل ما الحاجات دي اتغيرت معناها ان الزيت اتأكسد وباظ ولازم نرميه.
ولكن هل الزيت لو قلينا بيه ولونه فاتح وشكله صافي نقلي بيه؟ لا طبعا، لان هم بيستعملوا المفروض كواشف كيميائيه واجهزه عشان خاطر يحكموا بيها بالتركيب الكيميائي للزيت. طبعا ده مش موجود عندنا في البيوت. طب احنا في البيوت نعمل ايه؟ في البيت الزيت اللي اتقلى بيه اكتر من ساعتين المفروض ان هو يترمى مهما كان شكله او لونه او لزوجته، لان ده معناه ان هو اتاكسد طبعا واتحرق ودخن واصبح فيه مواد ضاره بينا. نيجي بقى للموضوع بتاع التجربة اللي انتشرت قوي، اللي هو حطوا المية على النشا، عملوا عجينة وحطوها في الزيت، فالزيت بقى صافي ولونه ذهبي ولونه جميل جدا. فعلا ده اللي اتغير، زي ما قلنا الخواص الفيزيائية، لونه ولزوجته وشكله فعلا بقوا كويسين، لكن تركيبه الكيميائي مازال هو محترق وفيه مواد كيميائية ضارة بالصحة. الاخطاء بقى اللي بعد كده اللي كلنا بنقع فيها، ان احنا واحنا بنقلي الاكل بالذات البانيه مثلا او اللحمه بتكش معانا، فنقوم زايحينها على جنب بعد ما استوت وخلاص، ونحط جنبها تلزق فيها الحاجات النيه. طبعا احنا كده بعد ما الحاجات استوت وبقت امنه ما فيهاش اي ميكروبات، طبعا لان هي ماتت بدرجات الحراره، حطينا عليها الحاجه النيه ممكن لو فيها اي ميكروبات او بكتيريا ممكن تروح تتنقل لها. وطبعا بنشيلها على طول، ما بتلحقش تتعرض لدرجات حراره تانية. الخطأ كمان اللي أغلبنا بيعمله وأمهات كتير بتعمله، إن هي بتنشف الأكل المقلي على ورق جرايد أو على أي ورق فيه حبر. الحبر طبعا فيه مادة سامة، ما ينفعش إن احنا طبعا نحط عليه الأكل، طبعا ده تلوث كيميائي. ودي كانت نبذة مختصرة كده عن الزيوت والعادات اللي بنستعملها الغلط واحنا بنقلي الاكل واحنا بنستخدم الزيوت، المفروض ان احنا نقللها علشان خاطر صحتنا. لو عندكم اي سؤال تاني يخص الزيوت او سلامة الغذاء عموما اكتبولي في التعليقات وهرد عليكم. شكرا لحضراتكم.